اهلا بيكم في فيديو جديد. في الفيديو ده هنتكلم فيه عن اخطاء اتمنى لو كنت عرفتها قبل ما ابدا الدروب شيبينج، والاخطاء دي بيقع فيها يعتبر 99% من الناس اللي لسه بتبدا دروب شيبينج او لسه بتبدا شغل في التجاره الالكترونيه بشكل عام. ولو عرفت التريكات دي قبل ما تبدا هتوفر عليك وقت ومجهود كبير جدا. وفي الفيديو ده احنا هنتكلم عن اهم 3 نقدر نعرفهم ونقدر ما نقعش فيهم ان شاء الله. وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للشانل ويلا بينا. عايزين نقسم الفيديو بتاعنا ل3 حاجات. اول حاجه عادي انك تخسر فلوس، دي طبيعي جدا وبتحصل ومش غلط على فكره. انت في البدايه في السي او دي في الدروب شيبينج لما بنبدا شغل احنا ما بنصرفش غير يعتبر اعلانات، فلما بنعمل مثلا حملات وبنبدا نشغل بنلاقي ان النتيجه مش زي اللي احنا صارفينه. لو انت صارف 100 تلاقي ما جالكش، يا جالك 20 يا جالك 30 يا جالك 40، انت لسه بتبدا فالموضوع بيقلب معاك يا جماعه وانا جاي اخسر ولا ايه؟ فده طبيعي، ده طبيعي جدا وبيحصل على طول. الفكره في ايه؟ ان اللي انت بتصرفه بيتخزن في حاجه اسمها بيكسل. البيكسل ده اللي بيجمع البيانات. انت دلوقتي بتصرف، فمثلا على سبيل المثال الفيسبوك بيفهم مين اللي بيشتري منك، مين اللي بيخش عندك على الويب سايت، مين اللي بيخش في اضافه الى السله، مين الكلام ده كله. هو ما يعرفش انت جديد عليه، هو محتاج الاول تفهمه والله انا عايز الناس اللي تشتري مني. تمام. طب هيعرفهم ازاي؟ من الصرف. انت هتصرف مبلغ وقدره، ومن خلال المبلغ ده بيبدا يظهر الاعلان بتاعك عند مجموعه كبيره من الناس، عند 1 و2 و3 و4، جيت عند 5 هو اللي اشترى منك، فخلاص هيحاول يوجه الاعلان بتاعك عند مين؟ عند رقم 5، وهيبدا يصرف طبعا الحاجات دي كلها في حاجه اسمها تيست. انت بتعمل التيست في الاول، فطبيعي ان التيست بتاعك تخسر فيه وما تقلقش. هنفضل نخسر لحد لما البيكسل خلاص يكون قاريني وعارفني المنتج بتاعي عليه كليكات كتير والناس بتشتري مني، وخلاص صرفت 100 جالي اوردر، اليوم اللي بعديه بقوا 200، بقوا 3 اوردرات، اليوم بعديه بقوا 300، بقى 10 اوردر. فهي بتبدا تتضاعف مع الوقت. فدي نقطه مهمه جدا ولازم نركز فيها وما تقلقش، عادي كلها بدات كده، وفي ناس لسه حتى الان وصلت لمرحله ولسه برضه بتخسر عادي جدا، بس عارفه ان البيكسل لسه جديد والبيكسل هيعرفني وبيكسل هيقراني، وقدام ان شاء الله هتفرق معايا في الشغل. النقطه الثانيه، اوعى تقع في حب المنتج. طبعا انت لما بتختار منتج معين، في اوقات ناس بتختار منتج عن طريق العاطفه، ان انت دلوقتي شفت المنتج ده في قبول كده اللي هو انت المنتج بتاعي، وبتبدا تاخده تعمل الويب سايت وبتبدا تشغل، تبدا تظبط الدنيا دي كلها، وتيجي تعمل اعلانات مفيش. بس ساعتها العاطفه جوه هي اللي ماسكه الدنيا، بتقول لك يا عم لا هو هيشتغل، وتجرب تاني وتخسر، وتجرب تالت وتخسر، وتفضل على هكذا على امل ان ازاي يا جماعه ما حدش يشتري من المنتج ده جامد جدا. هو جامد بالنسبه لك وبالنسبه لعاطفتك، لكن هي الماركت ما بيمشيش بالشكل ده. الماركت بيمشي بعرض وطلب. سولف بروبلم، ازاي تحل المشكله دي. فايرال، ازاي تحل كل المعضله دي. في منتج انت بص يعني لو شفته استحاله تكمل عليه ثانيتين نظر، اللي هو خلاص. لكن عند حد تاني ممكن انا عايز المنتج ده اتصرف، انا ما اعرفش، انا عايزه لان هو هيحل لي مشكله ما. فاهم الفكره؟ هو بالنسبه له فايرال، طلع النقطه دي هنا والناس محتاجينه، انت مش محتاجه في الوقت الحالي، فبالتالي خلاص عقلك الباطن عدي يا عم. لكن بالنسبه له مهم جدا، لازم ياخده. فالفكره دي لازم تركز عليها وتمحيها من قلبك. اوعى تقع في حب المنتج، لان لو وقعت في حبه هتلبس. لان نادرا لما في منتج معين هو اللي تفضل تكمل عليه مش هيجيب. ما لو جاب لك اوردر، ده المشكله، لو جالك اوردر في الاول منه ده هيزود عندك نقطه الايه، خلاص هو ده ايه. بس الفكره في التعديلات، اليوم الثاني واليوم الثالث واليوم الرابع مش عارف تتست عليه، مش تعمل سكيل عليه، مش عارف تتست عليه اساسا. فاوعى تقع في حب المنتج، وركز على السولف بروبلم والفايرال، وشوف الناس محتاجه ايه مش انت محتاج ايه. والنقطه الثالثه، مش لازم تكون المخترع الصغير. طب ده معناه ايه؟ معناه ان مش لازم المنتج اللي تختاره يبقى يونيك، اللي هو مفيش زيه، مفيش غيرك اللي انت بتبيعه، مفيش حد تاني. مش لازم في الاول تركز في دي. انت في الاول زي ما قلت سولف بروبلم فايرال ترندات. الماركت دلوقتي ايه اللي شغال فيه ترند؟ بعد ما انت عملت الريسيرش بتاعك المنتج ده اشتغل عليه.
في البدايه. اصل انت لسه بتقول يا هادي، فانت مش لسه بتقول يا هادي هتجيب حاجه محدش عملها قبل كده على ويب سايت ما اتعملش قبل كده، على هتصرف عشان لسه الناس ما شافوش ده غير عندك. فاهم الفكره؟ فانت ركز سولف بروبلم، ترندات الماركت محتاجها. والله في منتج طلع دلوقتي ترند، الناس كلها عماله بتشتريه والدنيا دي، خد حته من الكيكه. فاهم الفكره؟ خش اعمل اعلان بسيط الناس شغاله منه، وابدا ظبط الدنيا دي، وهيبيع معاك. خلي بالك مش هيبيع، وهيجيب معاك في الاول. انت لسه عايز تجمد قلبك، عايز لسه تخش، عايز لسه انت مش فاهم حاجه، عايز تبدا تمشي الدنيا ويجيلك اوردرات ويجيلك الكلام ده كله. فابعد عن ال3 نقط دول. مش لازم اللي هو المنتج اللي مفيش غيرك اللي بيبيعه. ابدا تعمل ده، ميزانيه معاك كافيه، فهمت اللعبه ماشيه ازاي، خلاص عارف ان انت عشان تسوقه هتحتاج مبلغ كبير وهتحتاج ميزانيه تسويقيه عاليه. كل النقط دي لازم تكون عندك خبره فيها الاول. فاهم الفكره؟ فتوكل على الله، ومش لازم اي منتج والسلام، لا، شوف سولف بروبلم والله بيحل مشكله دي عند الناس دي، هاته. طالع ترند في الوقت الحالي، هاته. السوق في الوقت الحالي بيتكلم عن ده وممكن يعمل طفره وشغالين عليه في الاول. معلش بلاش تكون مخترع الصغير في الاول وبس يعني. فانت لو مشيت على ال3 نقط دولت وركزت فيهم وحاولت ان انت تبعد عنهم، هتفرق معاك جدا في البدايه. عادي تخسر فلوسك في الاعلانات في البدايه عادي جدا لحد ما توصل عند المنتج، لان من كل 10 من 2 ل3 هينجحوا كمنتجات. فطبيعي جدا ممكن 3 في الاول، ممكن في النص، ممكن في الاخر. فاعمل حسابك ان البيكسل بيقرا. بعد كده طبعا اوعى تقف في حب المنتج. عادي ما اشتغلش اركنه، ما خلاص. مش اللي هو ايه، لا انا هبيعك، تاخد الموضوع بعند. هو الموضوع مش عند، هو الموضوع بيع فلوس بس. انت مش لازم تحب منتج معين او مش لازم تقتنع بيه. انت ممكن تبيع منتج مش مقتنع بيه اساسا، بس ناس معينه مقتنعين بيه وهيدفعوا فيه. وطبعا اخر نقطه، شوف الماركت عايز ايه وودي معاه. وبكده ان شاء الله يكون خلصنا الفيديو بتاعنا النهارده، واستنى الفيديوهات الجايه، وما تنساش تشوف الفيديوهات اللي فاتت، واشوفكم في فيديو جديد.